أنا ودي أنتقل للفنان القدير الأستاذ علي المالكي. أنت واكبت أولاً غير أنك يعني فنان قدير ولك بصمة على التلفزيون، أيضاً يعني واكبت الإعلام، يعني دخلت كنت في التلفزيون وأيضاً في الإذاعة المسموعة. شلون واكب الإعلام بشكل عام، الإعلام القطري، يعني فرحة الأعياد خلينا نقول من فترة السبعينات إلى مثلاً منتصف التسعينات إلى آخر التسعينات، يعني شلون شفتها أنت وهذه المواكبة يعني؟ والله بصراحة بشكل عام الإعلام والمسرح بشكل عام والإذاعة والتلفزيون، الحركة كانت غير عن الوقت الحالي. من ساعة تكلمنا عن العيد في السابق والحاضر، الإعلام نفس الشيء. أنا أشوف الإعلام يعني مش قصورا في الموجودين الآن، لكن الحركة كانت أيضا غير. طبعا الصحافه الحين مو مثل الان الصحافه عن طريق السوشيال ميديا يقولون، لكن الجريده كانت شيء مهم بالنسبه للشخص المثقف، الشخص الاعلامي بشكل عام. احنا كفنانين او كاعلاميين كنا يعني متواصلين، يعني يوميا لازم نقرا الجريده ونتابع الاحداث ونتابع الاخبار. تعتبر مرجع نعم. وايش الاشياء الجديده اللي راح تصير، ومقالات بشكل عام يعني كانت تتحدث عن ما يدور في الوقت الحالي، يعني بشكل عام تتشوق. حتى المجلات، يعني حتى اتذكر انا حتى مجله ماجد، انا كنت من ضمن المتابعين لمجله ماجد. اليوم كنت ما اصدق اليوم الاربعاء هالمجله تنزل واروح اشتري، يعني الحمد لله. فالصحافه بشكل عام، الاعلام بشكل عام، حتى الاذاعه كانت برامج. يعني الان في برامج ما اقول لك لا، ولكن البرامج في الفتره السابقه تي الصبح وانت طالع من دوامك برامج يعني تتشوق انك تبي تعرف شو الجديد يعني لين بالليل. احنا بس ما نبغى نتوسع يعني استاذ علي بموضوع ان دور الاعلام في مواكبه الاحداث. احنا بنتكلم بس عن فتره الاعياد، يعني صح. كيف كان الاعلام مثلا والمسرح، خاصه المسرح يعني راح نتطرق له بشكل يعني مفصل، لكن واكب فرحه الاعياد بشكل عام. احنا ممكن نتكلم من جانب الصحافه المقروءه، يعني كيف كانت مثلا صحيفه الرايه، كم هذا التوثيق مثل ما ذكر الاستاذ ماجد، يعني ارث وبنفس الوقت الحفاظ على التراث. لكن انت كوجهه نظر من ناحيه فنان وايضا مارست الاعلام، يعني خاصه في مواكبه الاعياد، يعني كان في حركه كبيره. كلمنا شوي عن هذه الحركه. يعني الحركه الاعلاميه في فتره العيد كانت غير. يعني انا قبل لا ادخل ايضا في الحركه عشان اواصل من خلال الصحافه، انا ايضا كنت صحفي في الجريده، كنت اكتب، كانت لي زاويه في جريده الرايه ومن ثم انتقلت الى جريده الوطن. العيد مثل ما قلنا بشكل عام كمسرح، اذا بتكلم كاعلام، انا كاعلام وكنت مع الفن بشكل عام. بصراحه انا قبل العيد بس يعني بشهر تقريبا احنا كنا مثل ما نقول شبه معسكرين في المسرح، خاصه اذا كنا نقدم مسرح للطفل. يعني احنا كنا نستعد للعمل المسرحي، كيف نقدم هذا العمل للطفل، يعني لان مسرح الطفل اصعب بكثير من مسرح الكبار. لازم تكون حريص جدا ايش اللي تقدمه للطفل. وانا ما شاء الله عليه حتى قبل الهواء يمكن نسولف مع بعض، كان تركيز كله على الطفل. صحيح. كل التركيز نقدر نقول 90% من اعماله كلها مركزه على الطفل. أيوة. انا اشوف اذا بتسال حتى اي واحد من الفنانين بيقول لك يعني انا يمكن اكثر الاعمال من اكثر الممثلين الموجودين حاليا اشتغل مسرح طفل. السبب ما شاء الله، يعني حتى مع احترامي لعبد العزيز جاسم الله يرحمه، يعني انا كان لي رصيد في اعمال الطفل اكثر. السبب حبي للطفل اكثر شيء. يعني انا صادفتني مواقف جدا كثيره، يعني على سبيل المثال احد المسرحيات انا بس مرضت، اعتقد مسرحيه الذيب وليلى. فالفتره هذه طبعا كنت مريض وصوتي رايح يعني، فتاجلت المسرحيه او العرض المسرحي لهذا اليوم بسبب صوتي يعني. فكتبوا في الجريده نعتذر عن عرض اليوم مثلا بسبب مرض الفنان علي المالكي. المهم بعد ثاني يوم قدمت العرض، خلصنا المسرحيه، في اثناء التحيه جاني طفل فيجي فوق يسلم علي، اعطاني ورقه ملفوفه مطبقه، قال لي استاذ علي لا تقراها الا وانت طالع من المسرح. قلت اوكي، اعطيته المخبار وانا طالع ركبت السياره بعد ما غيرنا ملابسنا وطالعين، ورقه شو مسوي؟ قاص الولد الصوره من الخبر عن المسرح الجريده، ايوه، وحاط يعني خط طفولي، يعني كنا في الصف الرابع يمكن خامس. الحمد لله على السلامه يا علي.
هذه ايش تسوى هذه؟ وللحين عندي هالورقه على فكره، سبحان الله. محتفظ بها. يوم عن يوم، سنه عن سنه، لما تشوف الطفل بالطريقه هذه. لا اول شيء شلون اثرت فيك هالورقه؟ انا ابغى اشوف يعني كيف حسيت وانت تقرا هذا الشيء، يعني واحد من الاطفال يهتم انبهرت. فيك، يعني انبهرت. شلون كانت رده فعلك؟ يعني ردة فعل شو اقول لك، يعني اتفاجئ اول حاجه من شخص صغير، معناته ان انا وصلت لقلب هذا صحيح. الطفل. المشاعر. قدمت له يعني حبني انا من خلال المسرح. زياده ايضا حدث اخر في مسرحيه من المسرحيات، كنت باخذ دور شري، يمكن اول مره اقدم دور شري اللي كان معي الفنان النكسة. اي كان معي الفنان نصر عبد الرضا، مسرحيه احدى بنوتردام. لا والله بيني وبينك ما بتذكر. المهم انه في اخر مسرحيه فيذبحوني على المسرح، لو ناصر عبد الرضا الفنان، فكنت فوق على المسرح، فاطيح خلف شو اسمه، اسمع صوت الصياح من طفل، اسمع الصياح يصيح، احسبها صدق هذه. ما ادري ايش السالفه، انا بالي يعني اليهال يصيحون على المسرح. خلصت المسرحيه، الام جابت الولد هذا يبي يشوفك، يقول علي مالكي مات، علي مالكي مات على المسرح. يعني ما يرضى، ما هدأ الا عقب ما شافني عقب المسرحيه. براءه. يعني تشوف المواقف هذه صح. وما تحب هالأطفال. اي والله. يعني نقدر نقول هذه نقطه مفصليه لك، ان تحولت مثلا او كان يعني انصب تركيزك على الطفل بشكل عام. اي والله صراحه. بيض الله وجهك.